السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنشوف طريقة عمل الكفتة البانيه مع الشيف احمد عبادة. السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم الكفتة البانيه. انا معايا 50 كيلو، دي 25 ودي 25. احنا قسمناهم على مرتين بس عشان نعرفوا ايه نشتغلوهم يعني. احنا معانا بيض، واخد بالك يا علي؟ ادي ده بيض، البيض ده واخد فلفل اسمر عشان الزفار، طبعا ما ينفعش اللي ياخد خل ولا فانيليا، ده واخد فلفل اسمر عشان يكسر ايه؟ سنة الزفارة اللي فيه. المفروم، بالنسبة للمفروم ده مختلف، يعني انا اللهم صل على محمد معايا 80 كيلو، فرمت عليهم 20 كيلو دهنه عشان يبقوا 100 كيلو. تمام؟ معايا 50 و50، 50 شوايه و50 بانيه. البانيه يا سعد بياخد بيض وبياخد خضره، تمام؟ ومديله توابل، بلح جوز الطيب، فلفل اسمر، بهارات لحمه، ملح. بلح جوز الطيب، فلفل اسمر، بهارات لحمه، ملح، سبايسي، اسبرينكي، واخد بال حضرتك؟ وجاي كله من المفرمه جاهز بالبصل بتاعه بتوابله كلها، فلفل احمر، فلفل اصفر، واخد بالك؟ بفلفل مفروم في المفرمه، مفروم، كل حاجه جاهزه متبله، مش هنجيبه نتبله هنا. يا دوبك ظبطت الملح بتاعه، تمام، واخد بال حضرتك؟ الكفته البانيه فيها حاجه بتنعمل مختلفه عن الكفته الثانيه، اننا ممكن نسلق بطاطس في الميه، واخد بالك؟ ونجيبها تبرد، نبشرها بالمبشره، تمام؟ ونضيفها على اللحمه ونلتها ونخلطها فيها. بس مشكله البطاطس حاجه في اللحمه، ان هي لا مؤاخذه الصوبع بدل ما بيبقى مفتح كده ومفرغ بتلكمه. يعني بتخليه من جوه مكفول تاكل تحس انه ملكوم. يعني عشان في ناس يقول لك يعني ايه ملكوم، واخد بالك؟ يعني مثلا الصبع ده لو متفتح من جوه مفرغ، انا حاطط عليها بودر عشان تفتح الصبع معايا، لا هتحس انه ملكوم من البطاطس. ولو الكميه صغيره عندي وعايز نكترها بنحط لها بطاطس بنسلقها ونعملها بيه، واخد بالك؟ بس دي الكفته الوحيده اللي بتاخد بيض على العجينه وبيض على الدقيق اللي هو التاريخ هنعمله معاكم دلوقتي. فطبعا يا استاذ علي انا عامل ايه؟ كرتونتين بيض، واخد بالك؟ هناخد نصهم هنا اهو، وادي نصهم هنا، تمام؟ وادي الفلفل الاسمر اهوت في الاخر اهو، كل ده برضه هيتقلب ايه؟ اهو، تمام؟ اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واخده خضره يا جماعه، خضره اللي هي عباره عن ايه؟ شبت وبقدونس. شبت بقدونس. طب برضه يا شيف الكفته البانيه دي بيبقى فيها السمين اكتر، الدهن يعني كتير عشان الصبع يبقى مفرغ من الداخل. تمام. بنسبه قد ايه كده بالنسبه للحمه الحمراء واللحمه البيضاء؟ هو عامه الكيلو المفروم بياخد 200 جرام، تمام؟ دي ممكن تاخد 300 جرام، يبقى زياده عن هي حاجه بسيطه. بس انا الصراحه برضه عشان ما نضحكش على نفسينا، انا ما ظبطتش الدهن بتاعها كتير، انا يلزمني صبع اللحمه، صبع الكفته يكون فيه لحمه، واخد بالك؟ مش هيكون ملكوم، بس برضه البيض نفسه بيفتح صبع الكفته، ويخليه مفرغ ما يبقاش مكتوب. الله يرضى عليك، وما يزعلنيش في حاجه. اهو خدت بيضها كله اهوت بتوابلها، انا زودت لها ملح طبعا، ظبطتها وظبطت طعمها. تمام اهي، اللهم صل على النبي، الف هنا، بسم الله ما شاء الله. دي ما تنفعش كده تتشك بقى على السيخ، شايف؟ بص بتنزل ازاي اهي، بتاعت السيخ لازم يكون فيها عرق. دي ما فيهاش، عشان وانت بتشك واخد بالك ما تفتلش منك على السيخ. تمام. تفتل يعني تسقط من على السيخ وتقع منها اهو. البيض طبعا اللي اتضاف يا شيف بقى العرق خلاص يا باشا اهو، زي ايه؟ زي كتر الدهنه كده على الكفته، برضه بضاع العرق بتاعها. لما تيجي تشك تلاقيها تقع كلها منك على السيخ. حطينا العجينه اهوت اهو، ماشي؟ كده هنخش بقى على البقسماط، تمام؟ بقسماط وفيجيتار اهو، واخد بالك؟ اهو. طبعا انا عامل نص هنا تاني، ومعايا تذاكر لسه اهي ما حطيتهاش، بس انا بنشتغل اول باول عشان اللي يستنى ايه زي ما هو نضيف يعني. تمام. طبعا لو بنصبع علي، اللهم صل على محمد، في حاجه عايز ايه؟ اللهم صل على النبي نقول لك عليها يا علي. اتفضل. اللهم صل على محمد. بس في ناس بتحط البقسماط ده اهو على الكفته هنا كده وتقلب. بص انا بعملها لك ايه على حته صغيره اهي، بص كده، لو انت حطيت ده اهو كده اهو، تمام، وقلبته كده، بص كده، ده بيعمل عازل بين العجين وبعضه. لما تيجي تشكه كده
ماشي، صبع اهو، تمام اهو. وتيجي كده تديله الخلطه وينزل السمنه. البقسماط بيعمل عازل بين العجينه وبعضها، خلاش تمسك في بعضيها. انما غير كده تلاقي الصبع كله متجانس، ما هي لحمه صافي ما فيش عازل بينها. دي معلومه يعني عشان انت ما تحطش بقسماط على اللحم اهو. البقسماط انا ايه بنعملها كده، بص عليها اهوت اهو، ماشي تمام. ونيجي منزلها هنا اهوت على الفيجيتار والبقسماط اهو، تمام اهو، من بره من الخارج. تمام. ونيجي رص. بعد كده بنيجي واخده في التاريخ اللي احنا هنعمله دلوقتي وينزل على السمنه، واخد بالك. انما اللي كده بيعمل عازل بين العجينه وبعضها، ما خلاش تمسك. هنصبع اهوت ان شاء الله قدامكم اهو. الاول هنقلب بص على اهو، اول باول اهوت اهو. طبعا انتوا عايزين تجيبوا فيجيتار حراق تحطوا شطه تتبلهم، بس انا عندي طبعا العجينه كلها متبله جاهزه، يا دوبك التاريخ اللي هنديله فلفل اسمر عشان البيض وسنه ملح بس، لان كل حاجه عندي ايه متبله اهو. يا صاحبي اهو، ادي الصبعه، بص كده اهو اهو. ممكن نعمله كده وكده او ممكن نرجه اهو، بس طبعا كل ما يترج مني هيجي نازل يجي مطرشق كده مكتوم مني. لازم الصبع يكون ايه فيه عزم وماسك نفسه اهو اهو، تمام. انا الاصول نبيل ايدي ميه عشان الدهن ده، الميه بتساعد معايا لما تعمل كده الصبع ما يمسكش في ايدك ابدا. واخد بالك ازاي؟ العجينه ما تمسكش في ايدك وتبقى سريعه معاك في الشغل، تيجي كده تخلص على طول اهو. لازم نديله بقسماط اهو اهو، تمام اهو. بس انت طبعا يا شيف بتحب تشتغل بالقلافز، ما بتستغناش عنه طبعا. يعني مش كل الشغل يا سعلي، يعني مثلا معلش لو حله سليجه زي دي هنشتغل عليها ازاي بقلافز وهي ساخنه مولعه نار؟ هنمسك ايدي هتتكهرب، هتمسك حدك هيسيح في ايدي، واخد بالك؟ تمام. بس هو حلو نظافه وكويس ونضيف وعشان الاكل وعشان الناس، بس برضه نرجع ونقول مفيش طباخ ايديه مش نظيفه وهو شغال يا سعلي، معلش. انا لو ايدي مش نظيفه الزبون اللي هيجي او الضيف اللي هيجي هياكل هيتعب، يقول لك الطباخ ده عكاك ما تجيبوش تاني. صح. واخد بالك؟ فالطباخ بيغسل ايده 30 مره لان ده اكل، ما ينفعش حتى الزبون وهو واقف اللي جايبك يشوفك ايدك مش نظيفه او جسمك مش نظيف او لبسك مش نظيف اهو يا سعلي، تمام. لسه طبعا هنفرد وبعد كده نعمله التاريخ ننزلها ونشتغل على طول ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. كده بقى الشيف احمد صبع الكميه كلها اهي. كده معانا 1000 صبع اهوت ان شاء الله اهو. الصبع صغير وملمومه 50 جرام كده. الصبع كل ما يبقى خفيف ينزل السمنه يعوم معايا، لو اتقل من كده بينزل السمنه يجي لازق تحت في الارضيه، ياخد ارضيه بسرعه ويحمر من بره والعجين لسه ايه الجلبيه بتاعته لسه عجين. كل ما يبقى صغير وخفيف كل ما يبقى احسن، وفي نفس الوقت رمى معايا كميه، يعني رمى معايا عدد. ده التاريخ اهوت، انا مديله فلفل اسمر وكمون وشطه، فلفل اسمر كمون شطه. الفلفل الاسمر طبعا عشان نكسر صفاره البيض انا، وهنديله لبن هنعجنه باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي يا شيف فقط بس ولا دقيق بس؟ حاجه ثانيه؟ لا دقيق بس. ده كده اللبن اهو. انا بالرب اهوت عشان ما يخرص. اللهم صل على محمد. احنا بالرب لازم نرب كده اهو، لازم نرب كده عشان التخريزه، لو في تخريزه تفك، ونجيب اللي في الارضيه اهوت عشان لو حاجه لازقه اهو اهوت. بس عليه وهننزل بالبيضه. البيض طبعا بيديني لون، البيض بيديني لون تمام وطعم برضه في نفس الوقت. نفكه خالص اهوت نربه. طب اذكر لنا تاني كده مكونات دقيق، بيض، لبن، فلفل اسمر، كمون، شطه، ملح طبعا. نظبط حالي لان الكفته عندي متبله، واخد بالك؟ انا ايه بنتبل بس عشان ندي الطعم الخارجي. شفت الخلطه بتاعت الكرنبيط يا استاذ علي؟ ده زي نفس النظام بس اللي بتبقى تقيله شويه. التاريخ ده ايوه التاريخ ده اسمه تاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي.
بسم الله بسم الله. ماشي صحيح. بسم الله. السمنة عشان كتير بينزل يعوم معاك، لو السمنة شوية ينزل يلزق في الأرضية. تيجي تضربه بالمقصوصة يشقق الخلطة اللي عليه، تروح منه تلاقي الصبح فلق وسود منك، خلاص الخلطة بمعنى صح راحت منه. لازم سمنه كتير. طبعا طبعا. وتهدي النار وانت شغال، لو السمنة مكدوح ما تعليش، مش ملوش لازمة. اهو. اللهم صل على النبي. طبعا سمنه بس يا شيف، ما ينفعش نضيف برضو زيت كمان. لا ممكن تضيف زيت بس يعني الافضل السمنه الافضل بس. السمنة عشان بتحمر بسرعة. زيت يعني ما بحمرش زي السمنة طبعا. بس طبعا الكفته دي بتعوز كميه سمنه يعني، لان السمنه بعد كده بتتحرك ما بتشتغلش انت بيها خالص. ما ينفعش. الصباع ما شاء الله. اللون الذهبي ده كده خلاص يا شيف. جميل. طلعه في المصفى بقى، صفي سمنته اللي فاضله فيه براحته. طبعا دي بس علي ما ينفعش لا نغطيها ولا نحطها فوق بعضها، هتضطر على طول. لازم تنشف كده في الهواء، واخد بالك، وبعد ما تنشف تترص بصاع على وهي واقفه كده. طب افرض حبيت تسخنها تاني يا شيف؟ ميكروويف على صهد مش على نار، يعني فرن ناره هاديه خالص، تنحط في صاج تخش الفرن. اللهم صل على محمد. الهنا والشفا، ألف هنا وشفا اللي هياكل. احنا معانا 1000 صوبع. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بص كده يا باشا اهو. اللهم صل على النبي. شوف الغلاف، كل ما تبرد كل ما تشد وتنشف. ما شاء الله. تسلم ايدك يا شيف. الله يخليك يا باشا. اهو. اللهم صل على النبي. لحمه صافيه. اللهم صل على النبي. الهنا والشفا. احيانا في ناس بتخليها دهنه خالص يا شيف. والله كل واحد وشغله بقى، هو كل واحد حسب المنطقه اللي هو فيه. بس هو برضه لازم يكون فيها نسبه دهنه عشان تبقى مفرغه. شايف؟ تمام. ما شاء الله. بص غلاف، بص ما شاء الله. بص لحمه صافيه. تسلم ايدك. بألف هنا وشفا الله يا. بكده ان شاء الله نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. متنسوش بقى لايك واشتراك في القناه، واكتبوا لنا ان شاء الله رايكم في التعليقات، وانتظروا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.